يا اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البزفندي مع دعاء ويارا. والنهاردة جايالكم وهتكلم عن مرسى مطروح، مدينة مصرية ومهم جدا على البحر المتوسط، بتقع على بعد 2400 كيلومتر غرب اسكندرية و222 كيلومتر شرق السلوم، على الطريق السريع الرئيسي من دلتا النيل للحدود الليبية. طب ايه اهم معالم المحافظة بقى؟ طبعا المحافظة نفسها ده لوحده معلم. واحد سيوة، منطقة كليوباترا، شاطئ عجيبة، كهف الملح، معبد رمسيس الثاني، منطقة جبل الموتى، ومتحف رومل. طب ايه سبب تسميتها بمطروح؟ كانت مطروح في العصر الفرعوني تسمى هيبيتا أو أرض الزيتون، وأومنيا نسبة إلى آمون. وفي عصر البطالمة أطلق عليها اسم باراتينيمون وتعني المرسى، واتسمت كمان بسانتريا. وفي العصر الإسلامي اتسمت بإقليم بركة، وبعدها سميت بمطروح نسبة إلى أحد المجاهدين المسلمين الذي يدعى أبو يحيى رافع ابن مطروح التميمي. طب نشتري ايه من مطروح؟ ده انت هتشتري حاجات كتير قوي: لب ابيض، زيتون، زيوت، بهارات، تين، بلح، نعناع صحراوي. طب من أجمل الشواطئ في مطروح الصراحة، يعني مطروح كلها شواطئها جميلة. عندي فيروز، عجيبة، الغرام، وشواطئ كتير. عندي شاطئ كليوباترا، وده في حمام الملكة كليوباترا اللي كانت بتستخدمه في الاستحمام. عندنا شاطئ الغرام اللي كانت الملكة كليوباترا بتقابل فيه حبيبها أنطونيو. وما ننساش صخرة ليلى مراد ومسرح ليلى مراد في نفس الشاطئ والتمثال بتاعها. ما ننساش كمان شاطئ الأبيض، وده خد تسميته من بياض رماله. الرملة بتاعته شديدة البياض والمية نظيفة جدا. نصيحة مني بقى، لو هتزور مرسى مطروح لازم تجرب الرحلة البحرية، وهناك هتلاقي أماكن كتير جدا لحجز الرحلات، سعرها ما بين 80 ل 120 جنيه. مدة الرحلة من 2 ل3 ساعات. هتستمتعوا فيها بنزهة بحرية ولفة جوه البحر، وهتشوفوا طبعا البحر من الداخل، وكمان ممكن الناس تنزل لو بتعرف تعوم. بصراحة هتستمتعوا بمطروح قوي، لو رحتوها هتحب تروحوها على طول. ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس. معاكم دعاء سالم في البزفندي، وانتظروني في مرسى مطروح.